السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مؤمن. ومنا هنقدم البيتزا النهاردة. حاجة كده ما شاء الله جميلة وهتعجبكم قوي. بإذن الله، ومن البيت. وانتوا عارفين هتبقى معمولة ازاي ومعجونة ازاي. انا معايا من اول الخطوة لحد اخر خطوة وهتبقى انضف واحلى بكتير قوي من اكل الشارع، بإذن الله. وبتكلفة بسيطة جدا عن ما انت ما هتشتريها من بره، وهتكون مضمونة واحسن بإذن الله. عامة الحشوة بتاعت البيتزا دي ما بتبقاش حشوة معينة، يعني دي ممكن دي تبقى حسب الرغبة. بالظبط، ممكن تبقى ميكسات جبن، ممكن تبقى سجق زي ما احنا عاملين، ممكن تبقى لانشون، ممكن تبقى فراخ، ممكن تبقى لحمة كريسبي، مفرومة. ممكن لحمة مفرومة، حسب ما انت ما بتحبيها. اي حاجة موجودة في البيت ومتوفرة عندك تقدري تعمليها. احنا النهاردة عاملين البيتزا بحاجات بسيطة بتكاليف بسيطة، وحاجات موجودة عندنا في البيت. اكيد الطماطم والفلفل والزيتون حاجة موجودة اساسية في البيت. والصلصة. الصلصة موجودة برضو. من الطماطم هتعملي طماطميتين على النار، خلاص عملتيهم صلصة، استخدمتيهم يبقى صلصة البيتزا على طول. بقى دوت معجون البيتزا. بالظبط. معانا شوية جبنة، اي جبنة بقى متوفرة عندك، موتزاريلا، شيدر، ميكس جبن، اي جبنة متوفرة عندك بتقضي الغرض. بتأذي الغرض. يلا بينا نبدأ. يلا بينا نبدأ. اقول لكم الاول المقادير بتاعتنا. وهنقول لكم دلوقتي المقادير بتاعتنا، ونسمي الله ونخش في الفيديو. بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كيلو دي، ومعانا معلقتين كبار لبن بودرة، اللي هو كيس بتاع نيدو. او لو متوفر اللبن السايب عادي برضو معلقتين كبار. ومعانا كيس خميرة، ورشة ملح، ومعلقة سكر، ومعانا المية على حسب العجن. اللي عايزة تضيف زبادي بتضيف، اللي عايزة بتضيف اي اضافات من عندها. لبن عايزة تعجنيها بلبن، عايزة تعجنيها برايب، ما بتأثرش معاكي في اي حاجة، وبتديكي نفس الطعم ونفس القوام، بس طعمها هتبقى احسن طبعا. كل ما انت بتكلفيها اكتر كل ما بتبقى احسن. وكفاية ان هي معمولة برضو في البيت، دي احلى من اي حاجة. اكيد طبعا. هنسمي الله. هنحط الخميرة الاول، نحط اللبن، معلقة السكر، ورشة الملح. ورشة ملح. انا اي حاجة تخص المعجنات الاساسي معايا لبن البودرة دي فيها. هنسمي الله كده ونعجن الاول. اول حاجة هنقلب المكونات دي مع بعض، نقلبهم كويس قبل ما نعجن. انا طبعا غسله ايدي كويس جدا. هنبتدي بقى نحط المية. بسم الله الرحمن الرحيم. المية بتتحط واحدة واحدة، ومبنحطهاش على طول عشان مش كل دي بياخد زي نفس بعض. كمية المية. بالظبط. شفت انا بذاكر ازاي؟ المرة الجاية البيتزا الجاية انت اللي هتعملها ان شاء الله. بإذن الله. اهم حاجة ان هي تتعجن كويس عشان تديك القوام اللي انت عايزاه. كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. هنسيبها تخمر خالص، وبعد ما تخمر هنرجع لكم. ورجعنا لكم بعد ما العجينة خمرت. بنجيب حبة زيت ونلم بس بيها العجينة، مش بنعجن، احنا بنلم العجينة. كده بقت جاهزة معانا. هنجيب بقى صينية ونقطعها مع بعض. نقطعها بقى الكرات اللي تناسبنا على قد البتاية والصينية اللي احنا نعمل فيها.
بعد ما قطعناهم بالشكل ده هنجيب الزيت ونغلف بيه العجينة كده. هنسيبها تستريح تاني وهنرجع لكم واحنا بنفردها. بعد ما سيبنا العجينة ترتاح شوية هنفردها مع بعض. بسم الله. نحطها في الصينية ونكمل فرد على مقاس الصينية. كده فردناها معاكم. هفرد الاتنين التانيين وهرجع لكم تاني. بعد ما فردناها بقى كده هنجيب الشوكة وهنفضل نخرم فيها بالشكل ده كده، عشان اول ما نحط فيها معجون الطماطم يبقى مليها كلها وواصل لتحت كمان، ان هي ما تطلعش ناشفه معانا، تبقى طريه. نحط بقى الصلصه الاول. بسم الله. هنحط بقى معانا الحشوه. احنا ما قلناش الحشوه معانا ايه. الحشوه معانا سجق، ومعانا لانشون، ومعانا فلفل اخضر، ومعانا طماطم وزيتون وجبنه موتزاريلا. هنحط بقى السجق مع بعض كده. حطيها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها، يعني تحطيها عشوائي الشكل اللي انت عايزاه. انا عشان احط معاه لانشون ونظبط الرصه بتاعتنا كده، وبعد كده هنزود سجق تاني. نحط فلفل، طبعا بتاعت البيت احلى بكتير من بتاعت الشارع. تحط الحشوه اللي انت عايزاها بالكميه اللي انت عايزاها باي حاجه متوفره عندك. نحط طماطم. احنا بنكتر الطماطم في البيتزا عشان بتخليها طريه وبتطري معانا العجينه. هنحط الجبنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحط الزيتون بتاعنا. اي حاجه بقى متوفره عندكم ممكن تعملوها. ممكن تعملوها بالبسطرمه، جميله وسهله برضو مفيهاش اي حاجه. ممكن نعملها بالشاورما، شاورما فراخ، شاورما لحمه، عندنا صدور فراخ. اي حاجه متوفره عندنا ممكن نعملها. كتري بقى زيتون زي ما انت عايزه، احنا بنحبه عشان كده انا بكتره. هنضغط على الحشوه كده عشان تمسك في العجينه وما تقعش مننا بسهوله. هنيجي بقى ندخلها الفرن. اهم حاجه قلتلكوا في العجينه بالذات، عشان ندخلها الفرن نبقى مسخنين الفرن قبليها حوالي بتلت ساعه. فيلا هندخلها مع بعض الفرن ولما تطلع هوريها لكم. وبكده ده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت. تعالوا نقطعها سوا. بسم الله. حاجه كده ريحتها ما شاء الله. سخنه بقى، اعذروني. جربوها بجد مش هتندموا.
حاجة كويسة جدا وما شاء الله قوامها جميل وريحتها اجمل واجمل. تعالوا نطلعها مع بعض. حاجة كده ما شاء الله. قولولي بقى رأيكم ايه في البيتزا بتاعتي. هستنى اللايك الجميل والكومنت الحلو منكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.